أنا أوجه سؤال إن شاء الله في البداية إلى فضيلة الشيخ حسن بن فرحان المالكي. طبعا هناك اختلاف بين عدد الذين قتلهم الإمام علي عليه السلام يوم بدر بين مكثر ومقل، لكن الشيخ المفيد في الإرشاد يقول أنهم 35، يعني نص أو نصف من قتلهم المسلمون يومئذ. لكن هذه ملاحظة العفو فضيلة الشيخ، أن من بين الذين يذكرهم مسعود بن أبي أمية بن المغيرة، قيس بن الفاكه بن المغيرة، حذيفة بن أبي حذيفة بن المغيرة، أبو قيس بن الوليد بن المغيرة، وعمر بن مخزوم، وهشام بن أبي أمية بن المغيرة. يعني مجموعة كبيرة من بني المغيرة فضيلة الشيخ قتلهم الإمام علي عليه السلام يوم بدر. ثم نجد بعد ذلك في صحيح البخاري أن بني المغيرة الذين قتل منهم الإمام علي هذا العدد كله جاءوا إلى علي يقدمون إليه ابنة أبي جهل الذي هو أيضا من بني مخزوم ليتزوجها. يعني من جهة العرب لا ينسون الثأر، وإذا بهم يعني يجازون الإمام علي على قتل صناديدهم يوم بدر. كيف نفسر هذا القصة فضيلة الشيخ؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل يسمع صوتي أولا؟ نعم مسموع الصوت. طيب. بالنسبة لما يخص طبعا الإمام علي، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا من حيث ما ذكره المفيد في الإرشاد أنهم 35، يظهر لي أنه عدد قريب إذا عد من اشترك فيه الإمام علي أو المختلف فيه، لأني وجدت اختلافا كثيرا في قتل بدر. بحثت قتل بدر عند الواقدي وعند البلادري وعند ابن إسحاق. الواقدي لعله أقوى من بحث المقتولين يوم بدر بأسانيده، يعني يذكر في الرجل الواحد إسناد أو أكثر، حدثني بذلك فلان عن فلان وفلان عن فلان وهكذا. ولم يستطع رواة السير أن يعدوا من قتل بدر من المشركين، يعني 70 لم يعدهم، وأنهم عدوا 50. قتل الإمام علي من 50 نحو 20، يعني 22 أو 20، فإذا أضافوا 20 ما بين 50 و70 قريب مما ذكره الشيخ المفيد. والغريب أني وجدت فعلا في قتل بدر الإمام علي يقتل مجموعة كبيرة من قبيلة واحدة، وهذا يفسر بأن القبائل كانت موزعة. يعني عندما وجدت أنه قتل من بني مخزوم يعني نحو 5 على الأقل أو 7، من 5 إلى 7، ومن بني أمية نحو 4، ومن بني أسد. وبالمناسبة بنو أسد معظمهم معادون باستثناء القليل منهم كالزبير بن العوام أسلم، لكن بقية بني أسد كانوا يسمعون لزمعة بن الأسود. زمعة بن الأسود ابن المطلب هو من بني أسد، وكان مطاعا في قومه وهو من شياطين قريش الكبار، نوفل بن خويلد الأسدي، وهكذا كانت طاعتهم تميل إلى بني أسد. أقصد معظم بني أسد. عندما تتتبع القبائل، قبائل قريش من أشدها عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام كانت بنو أمية وبنو مخزوم هم الأصل، ثم بنو نوفل، ثم بنو أسد، وكذلك بنو عبد الدار، خاصة في أحد أصحاب الألوية ال7 كانوا طلحة بن أبي طلحة وغيرهم. بنو زهرة أيضا فيهم مجموعة كبيرة. بنو تيم بن مرة قتل منهم الإمام علي يوم بدر نحو 3 إلى 4 3 أخوة لطلحة بن عبيد الله، وعمه عمير والد قنفذ بن عمير صاحب القصة المعروفة في يوم الدار في دار فاطمة. كذلك بني جمح قتل منهم مجموعة. بني عدي قليلين أصلا، هم من الظواهر. بنو عدي وبنو عامر، بنو عامر كثرة، هم من الظواهر، هم من قبائل الظواهر. طبعا الظواهر هم خارج مكة، بدوا مكة، أما البطاح فهم داخل مكة. فبنو عامر هم من الظواهر ولكنهم بكثرة، ومنهم عمرو بن عبد ود العامري الذي قتله الإمام علي يوم الخندق، وآل سهيل بن عمرو، وفيهم مجموعة. بنو سامة من الظواهر ولم يشترك منهم أحد. بنو الحارث بن فهر رهط أبي عبيدة كان أظن منهم 1 أو 2. فالمقصود عندما تنظر لشراسة هذه القبائل مع النبي عليه الصلاة والسلام تجد نفس القبائل تقريبا يوم أتت خلافة الإمام علي
كان أكثرهم أيضا منحرفا عنه، سواء بنو أمية أو بنو مخزوم أو كذا. طبعا لا نعمم هنا، حتى في بني أمية لا نعمم. بنو أمية كان هناك آل أبي أحيحة خالد بن سعيد بن العاص وأخوتها عمرو وسعيد كانوا موالين للإمام علي حتى من أيام السقيفة، ولكن التاريخ طمس أخبارهم مع تقدم إسلامهم وأظهر يعني أخبار بيت أبي سفيان وبيت الحكم بن أبي العاص. فظلم خالد بن سعيد بن العاص، ومع أنه قيل حتى منهم من يرجح أنه أسلم قبل أبي بكر، ومع ذلك طمست أخباره أو ليس في الذاكرة للأسف. يعني الذاكرة العامة ليس فيها، إنما في الذاكرة العامة أبو سفيان ومعاوية والحكم بن أبي العاص ومروان وعبد الملك وأمثالهم، فهؤلاء طغوا على السطح. أما مسألة بني المغيرة لماذا طلبوا، طبعا القصة من أساسها أنا أنكرها، إنما هذه يعني من وضع بعض علماء السلطة ربما لإثبات يريدون أن يثبتوا بأن علي بن أبي طالب أغضب فاطمة، وأوردوا حديث أن الله عز وجل يغضب لغضبها ويرضى لرضاها، أوردوه في هذا السياق كأنهم يريدون الإجابة عليه، اعتذارا عن بعض ما حصل لفاطمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام من منعها الإرث. وقضية الإرث أيضا قضية يعني ربما البحث فيها طويل، وقع فيها خلاف، وقد فصلها البلادري في كتاب فتوح البلدان تفصيلا جيدا. لكن القصة أنه لا يعرف لأبي جهل بنت اسمها العوراء، والحديث نفسه متناقض عندما يقول النبي لا أحرم حلالا ثم يمنع، والنبي عليه الصلاة والسلام غضبه لله، يعني لا يغضب لبشر إلا إذا كان هذا الغضب متسقا يعني مع إرادة الله ومع إباحته. فالحديث اضطربوا فيه كثيرا، وهو مروي من طريق الزهري ومن طريق المسور بن مخرمة، وكلاهما فيه انحراف عن الإمام علي، ولعل الزهري رواه من طريق المسور بن مخرمة. أنا ما أسمع صوتك، أنا أسمع صوتي فقط، فإذا أردت أن أوقف يعني تقريبا هذا هو الجواب يعني بشكل عام. أن القصة لا أساس لها. أما بنو المغيرة فكان فيهم بنو المغيرة هم بنو مخزوم، كان فيهم نواصب من أيام النبي علي، يعني مع نواصب أو مبغوضين للإمام علي، حتى أن خالد بن الوليد كان يوم ذهب إلى اليمن يقول بريد بن الحصيب صحبت رجلا لا أصحبه إلا على بغض علي. وكان علي قد قتل بعض إخوان خالد بن الوليد، أبو الفاك أبو قيس بن الوليد أخو خالد قد قتله يوم بدر. وأيضا لم يكن خالد كبش الكتيبة، يعني لم يكن فارسا في بدر، حتى يوم أحد لم يكن صاحب الراية، كان بنو عبد الدار آل أبي طلحة كانوا هم أصحاب الراية. وربما لو لم يطفئ الإمام علي ذكر الناس في بدر، ذكر كثير من الأبطال، ربما أصبحوا فيما بعد يعني مشهورين أكثر من خالد. اتفضل. شكرا فضيلة. شكرا. نعم شكرا فضيلة الشيخ. نعم لا أريد الآن العفو أن نوجه سؤال لفضيلة الدكتور سهيل زكار، وفقط فضيلة الشيخ اسمها العوراء، يعني كانت عوراء ولا ليش اختاروا لها هذا الاسم هذا؟ يعني ما ألقى علي بن أبي طالب يروح إلا الوحدة عوراء يعني؟ هو أن هناك ابن الأبي جهل بهذا النسب لم يذكروها، وإنما يعني هناك كثير من الأخبار بحاجة للتمحيص والبحث من جديد يعني. شكرا فضيلة الشيخ. شكرا.